اسمع لي. حالي بحالكم فقت مع الصباح لقيت راسي نائب رئيس مركز للمصاحبه القانونيه اللي الرئيس ديالو معتقل. في الحقيقه شحال من واحد كيتسائل كيقول لك سكتي ولا صمتي ولا شي حاجه. طبعا راه الصمت هنايا ماشي تواطؤ ولا خوف ولا اي حاجه، لانه كما كنقولوا بالدارجه اللي ما فكرش العجينه راه ما كيخاف، واللي ما دار شي حاجه راه ما عنده علاش يخاف. حنا ما تكلمناش في الاول احتراما لسريه التحقيق، ولان الملف معروض على القضاء، ولكن ملي تولي سميتك كالدور وهذا كيهضر وهذا كيهضر، هنا لابد من وقفه ولا بد من توضيح. اللي بغيت نقول هو على انه هذا المركز المتحدث عنه اللي انا نائب الرئيس ديالو لا علاقه لي به لا من بعيد ولا من قريب. ما عمري كنت فيه، ما عمري حضرت الاجتماع ديالو، ما عمري حضرت تجديد الفروع ولا غيره، سواء في الجنوب او في الشمال او في الوسط. ما عمري وقعت ورقه، ما عمري حضرت نشاط. يعني بالعربيه تعرابط لا علاقه لي به لا من بعيد ولا من قريب. وبغيت نقول ايضا ونأكد على انه الاسم ديالي اليوماتيه ديالي انا، وعود لهم قلت انا ما بقاش ملك ديالي انا، هذا الاسم راه ملك ديال الناس كامله. واي واحد كيلقى نوع من المصداقيه او نوع من السمعه مزيانه كيحاول يحط الاسم ديالي، ولا استغرب انه في يوم من الايام تلقى اسم ديالك ولا دابا كاين الاسم ديالك في مجموعه من الحوايج انا ما جايبش الاخبار ديالها. اللي بغيت نقول ونأكد على انه وكنقول هذا المركز راه لا علاقه لي به لا من بعيد ولا من قريب، ولا من حضر له اي نشاط، ولا موقع على اي ورقه، ولم اجدد فروعه ولا هياكله. يعني انا بعيد منه كل البعد تماما. وحتى هاد بعض الاساتذه الجامعيين الموجودين تما، وانا كنشهد شهاده للتاريخ وللحق، واحد الاستاذه معنا في كليه الحقوق ترأست في واحد الفتره الجهه ديال مراكش اسيو وجمدت عضويتها نهائيا عندما ربما تبين لها ان المركز قد حاد عن السكه الحقيقيه. وهذه استاذه من احسن الاساتذه داخل الكليه، يشهد لها بالكفاءه والنزاهه، ويشهد لها بالطيبه، ويشهد لها بالكفاءه العلميه. وكنقولها ماشي كندافع انا على راسي، كندافع على مجموعه من الاساتذه ما انا راني ما عمري حضرته، وكنقولها وكنأكد ولا علاقه لي به. اما ما يتعلق بالمناقشات اللي كتجبد الصور ديالي فيه من المناقشه العلميه، كنقول لكم انا التخصص ديالي العلوم الجنائيه، او على الاقل ادير ماستر للعلوم الجنائيه والامنيه، ويطلب منا في مجموعه من الكليات داخل المغرب ان نناقش مجموعه من الرسائل والاطروحات، وكتوجه لنا رساله من العماده وكنمشوا وكنناقشوا. هنا لا يعني على انه نحن كنناقشوا مع شخص متهم او مشبوه او نحن منا مطالعين على الحقائق ديالو، يعني على ان بحاله ولا خدينا الصور. هذا الشيء هذا راه ما كاين منه حتى شي حاجه، هذا داخل في صميم العمل ديالنا كأساتذة جامعيين. وناقشنا مجموعة من الأطارح في مجموعة من الكليات في المغرب، هنا في مراكش، في طنجة، في فقادير، في غيرها من المدن المغربية. وسنناقش. الخطير في الأمر اليوماتية هو على أنه مستقبلا ملي يتعيط لنا شي عميد ولا عيط لنا شي زميل أستاذ جامعي، فخاصنا نديروا بحث أمني عليه، نشوفوا واش عنده ولا ما عنده، داير ولا ما داير، باش نمشوا له. خطورة كاينة هنايا يجب ألا نعمم، كنقولها وكنكررها. وتواجد حد في الصورة مع هذا الشخص هذا المعتقل على ذمة التحقيق، واللي احنا كندينوا كأساتذة جامعيين التصرفات اللي قام بها على مدار السنوات ديالو، كندينوها وكنعتبرها مس بالجامعه ومس بحرمه الاستاذ الجامعي ومس بالسمعه ديالنا كاملين كجامعيين. ولكن كنرجع وكنقول على انه هذا راه ما كيمثل جميع الاساتذه الجامعيين، وكل شيء متعلقه بكراهه. انا عبد الرحيم بوعيده، حاسبوني على ما ادير. انا ادير هذا الماستر لمدة 13 سنة، يسمى ماستر العلوم الجنائية والأمنية. ولكم أن تسألوا الأفواج التي تخرج من هذا الماستر والتي تتبوى اليوم مكانة كبيرة في جميع المؤسسات ديال البلاد ديالنا، وتسولوا الطلبة ديال الدكتوراه اللي انا شرفت عليهم على مدار سنوات طويله الحمد لله، واليوم ايضا في مراكز المسؤوليه. هذا ما تحمل وزره وهذا ما اتحمل مسؤوليته. وكليه الحقوق بمراكش وجميع الجامعات في المغربيه تعرف الاسم ديالي. ولكم ان تقوموا بحمله استقصائيه وتسولوا الطلبه اللي تخرجوا اللي قراوا عندي في الاجازه والماستر اللي كنشرف عليهم في الدكتوراه، اتحملوا هذه المسؤوليه هذه. اما كوني في صوره مع هذا ولا في مركز مع هذا اقحمني في مركز او في كتاب لا علاقه لي به لا من بعيد ولا من قريب وليس تخصصي، فهذا ما لا أطيقه ولا أتحمله. وكنقولها وأنه من بريء. كنبقى وكنقول على أنه احنا عارفين رسنا دائما سنجد نفسنا في قلب نوع من التشهير ولا نوع من
البحث عن الاسم ديالك فاش يتوظف في شي حاجه، لانه حنا كنتكلموا، حنا كنفضحوا مظاهر الفساد داخل هذه البلاد هذه، وكنقولوا مكامن الخلل فين كاين، وكان دائما كننتظروا بحال هاد الضربات هذه. وجاتنا هاد الضربات، جاتنا ايام كنا رؤساء جهات وبالبندي العريض في صفحات جرائد ديالنا للاسف الشديد يعني مغربيه، عبد الرحيم رئيس جهه يتورط فيه بشواهد الماستر والدكتوراه، وانا ذاك جات لجنه تحقيق وفتشات وراه ما لقات حتى شي حاجه وما غتلقى حتى شي حاجه. عبد الرحيم بوعيده معروف الاسم ديالو، معروف السمعه ديالو، اسالوا طلبته في المغرب كله ولا لقيت حاله واحده. انا مستعد ان اقدم استقالتي ليس من الجامعه بل من السياسه بل من كل شيء، باش نكونوا واضحين كنقولوها بالحسانيه. راه اللي ما فكرشو العظام ما يرادس، وليد اللي ما يمدى السماء راه ما كتغراها التراب، واللي ما فكرشو العجينه راه ما كيخاف نهائيا. حنا راه واضحين، ولا عندنا جوج شخصيات مزدوجه، هذه زوينه وهذه نقيه. لو بغينا الفلوس وبغينا المال رانا درنا السياسه وكنا في قلب السياسه، ولو بغينا الفلوس رانا في السياسه ومزلنا في السياسه. حنا ما بغينا والو، حنا بغينا البلاد ديالنا تقدم، بغينا نساهموا في بناء البلاد ديالنا. لوبجيكتيف ديالنا ماشي نسرقوا، ماشي نقلبوا المال العام، ماشي نديروا شي حاجه خارجه على القانون، وراه كل شيء كيعرفنا. واللي عنده شي حاجه يخرجها لنا، والله يجازيكم خير. بقاو تحروا الحقيقه ولا تعمموا. جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تحياتي لكم والسلام عليكم.